ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن الحاجات اللي انا اشتريتها في بلاك فرايداي. انا كنت وعدتكم قبل كده ان انا هصور لكم فيديو عن الحاجات دي اول لما تجيلي، وهي فعلا جات لي، فانا قلت خلاص بقى يعني اصور لكم الفيديو واوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها. اي حاجه انا شارياها في البلاك فرايداي، يعني كل البراندز اللي انا شاريه منها اول لما نزلوا سيل في البلاك فرايداي وسايبر مانداي، رحت عملت لكم اللينك بتاعها يوم البلاك فرايداي في الصفحه عندي على الفيسبوك اول لما نزل السيل، يمكن بعدها بساعه على طول، عشان تلحقوا تشتروا زيي عشان يبقى كلنا بنشتري مع بعض. فيلا بينا نبتدي. والناس الجديده اللي اول مره تشوفني، انا عليا بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فلو عايز تنضمي لشلتنا اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناه اليوتيوب، ويلا بينا نبتدي. بصوا دي الحاجات اللي انا اشتريتها في البلاك فرايداي والسايبر مانداي. بصوا هي كل حاجه منهم جات لي لوحدها في بوكس، فكان صعب ان انا يعني اجمعهم كلهم واصور بيهم، رحت جمعتهم في شنطه هدايا كانت عندي، قلت ما يعني ايه تبقى احسن لي. يعني اول حاجه اشتريتها في البلاك فرايداي من ويب سايت اسمه Forever 21. كانت بيجامه، كان نازل عليها سيل فقلت اما اشتريها. بصوا هي انا مش بحب الحاجات اللي في البيت ان هي تبقى ضيقه، فلقيتها مقاسها مناسب جدا. ومعلش انا اسفه ان انا يعني ما كوتهاش علشان هي حاجه البيت اصلا ما بتتكويش يعني، يعني يا رب بس تبقى شكلها باين. كان ساعتها اشتريتها لما كان في اوفر 70% على ويب سايت Forever 21. في بقى تو فيز كان عامل سيل كبير جدا 70% يوم البلاك فرايداي. انا حتى يعني اول لما نزل السيل رحت كتبت لكم، يعني اصلا بص تو فيز اصلا معروف ان حاجتهم بتخلص على طول في السيل بعدها بنص ساعه، فانا على طول اول ما السيل نزل رحت كتبت لكم على الفيسبوك عشان تلحقوا تشتروا زيي وكده. اشتريت 3 باليتس اي شادو. كانت الواحده كانت نازل عليها سيل فكانت ب $18 فاشتريتهم. بصوا حلو قوي، كات ايز، هو ستايله تايجر كده، رغم ان انا مش بحب التايجر اصلا، يعني مش بحب التايجر بالذات كمان في الهدوم، بس يعني البالت دي عجبتني. يعني الاي شادو دي حلوه قوي، دي يعني بيبعتولك معاها زي ستيكرز كده بتحطيها بقى، يعني هي فكرتها ان هي كاستم، ان انت بتحطي الستيكرز والاشكال اللي انت عايزاها، فده للناس اللي هم بقى رايقين بقى وكده. المهم ده الاي شادو من جوه. في بقى سايد ميسز كان منزل سيل، اشتريت 2 سيتس من ماك، هوريكم هما جواهم ايه. هما كان الاوفر انه كان في اوفر كبير على ميسز، بس انا مش فاكره كان ايه، بس اللي هو تقريبا بتشتري ب$50 بتاخدي $10، يعني ما بتتحسبش $10 حاجه كده. فالمهم يعني واحده منهم شارياها ب$20 والتانية شارياها ب$21 $22 حاجه كده. يعني دي سات اللي هي بتاعه الفيت فومات، اللي هو الفيت الحاجات كلها فيت فيها. هي شكل الشنطه كده، بصي بتبقى فيها ليكويد ليبستيك لونه احمر فيت فومات. بصوا انا صورت بيه خلاص ميك اب توتوريال، وفي ماك عاملين برضو فيت فومات لونه احمر، احمر فاتح واحمر مط يعني. وبرده كان في معاه ماسكارا، بس انا اديتها لماما، يعني بصراحه لازم برده ندلع الحاجه يعني عشان ما تغضبش علينا. ثانيه ماك برده، بس هي اللي هي النود دي بتبقى دايما الالوانات. بصوا دايما حاجات النود دي للناس اللي هي بتبقى بشرتها فاتحه بتبقى واو عليهم، او انتي لو شعرك اصفر. يعني بستخدم النود ده مثلا لما ببقى لابسه باروكه صفراء، بيبقى شكله حلو. دي شكل الشنطه بتاعتها، قلم ليب لاينر ماك، والدرجه دي ليكويد ليبستيك، و ليبستيك في سايت اسمه ستيلا. المهم لما عملوا سيل اشتريت، كان هو السيل اللي هو اند اوف سيزون او اند اوف اللي هو سيل نهايه السنه الانيوال بتاعهم. فاول لما نزل على طول بعدها بالظبط، اقسم بالله بعدها ب10 دقايق يمكن ولا حاجه، رحت كتبت لكم اللينك على الفيسبوك يا جماعه الحقوا خشوا اشتروا يعني. فالمهم انا اشتريت 2 ماسكارا او ماسكارا وبرايمر من ستيلا، دي كانت ب$10. واشتريت سات كده مع بعض، دول كانوا $15 تقريبا، اللي هي بلاشر وليكويد ليبستيك وماسكارا وايلاينر ده تقريبا او كحل.
وفي برضه الستيلا ليكويد ليبستيك. انا يعني لقيت الاثنين دول مع بعض بيتباعوا بعد السيل ب$6، فقلت اللي هو انا يعني انا قتيلة السايت ده، انا لازم اجيب. انا جايبه منه بصراحه 3 عشان يعني مثلا هديه اصحابي والجو ده. واحد منهم جه معايا بالشنطه بتاعته، جالي بالشنطه بتاعته، والاثنين التانيين ما جالوش في شنطه، ما اعرفش ليه، جولي لوحدهم يعني. اخر سايت اللي هو زبال كان نزل، هو ما نزلش سيل في البلاك فرايداي، نزل في السايبر مانداي. هوريكم اللي انا اشتريت من عندهم حاجتين بصراحه. بس انا اشتريت 100 مات ليبستيك، السيت كلها بتاعت الالوانات دي كلها. انا مش فاكره كانت بعد السيل بكام، بس طبعا يعني كانت 50%، فمش عارفه بقى كانت بكام. اشتريت الهايلايتر ده. بصوا انا عايزه يعني احكي لكم حكايه الهايلايتر ده. انا كنت شاريه الهايلايتر اللي هو ماري لودا من السنه اللي فاتت. يعني السنه اللي فاتت كنت بشتري بقى من الجروبس اونلاين والحاجات دي. انا اشتريتها من جروب كبير يعني وبيج نيم، والناس كلها بتشتري منه، ولغايه دلوقتي ناس بتشتري منه، وميك اب ارتست كبار بيشتروا منه. فلما اشتريتها الماري لو اللي عندي حسيت ان هي مش يعني في حاجه مختلفه خفيفه قوي او كده. فكلمت الاونر وقلت لها انا حاسه ان هي اتس نوت اوريجينال وكده. قالت لي لا طبعا، وحلفت لي وقالت لي ان هي جايباها من beauty.com. فانا يعني صدقتها. فاللي هو كنت متاكده يعني 1,000,000% ان هي اوريجينال، يعني مفيش فيها شك يعني. فانا بعلن اعتذاري ان انا قلت حاجه غلط، ان انا قلت لكم يا جماعه ماري لو ان هي مش حلوه. لا يا جماعه هي حلوه. لما عملت بيرشس تاني السات اللي هما 3 مع بعض عشان كانت عليها سيل ب$15، فقلت ما يعني اشوف يعني البيجمنت بتاعها. بصوا البيجمنت بتاعها واو، يعني لا البيجمنت بتاعها حلو جدا. انا اسفه جدا ان انا قلت لكم ان هي ما كانتش عجباني. لا هي حلوه. ويمكن دي مسج للناس اللي بتقول انا ليه اشتري شيبنج اغلى 50 جنيه ولا حاجه، ما انا بتتباع اونلاين وهي او ارخص. لا معلش، اشتريها اغلى 200 جنيه حتى، بس تبقي متاكده 1,000,000% ان انت حاجه جايباها اوريجينال. انا اتضحك عليا، بس ده كان السنه اللي فاتت يعني، ايام ما كنت لسه ما اكتشفتش الشركات الشيبنج والحاجات دي يعني. anyway هي دي الحاجات اللي انا اشتريتها في البلاك فرايداي. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.